السلام عليكم حبوباتي، وش حوالكم؟ ان شاء الله دايما نلاقيكم بخير وعافيه يا ربي. ان شاء الله تكونوا لاباس عليكم، ودايما نلاقيكم في قناتي المتواضعه واللي هي قناه وسام سي اش بونواس. اليوم جبت لكم هاد البليغات المعسلين يصلحوا كوصفات رمضانية. الراعي الرسمي لهذه الوصفة تاع اليوم اللي هي الجلجلانية لمحبي الجلجلانية. وصفة سهلة وبنينة وتستحق التجربة حبوباتي. خليكم معايا وما تروحوش بعيد باش نبداو في الوصفة تاع اليوم. نبداو على بركة الله حبوباتي. وصفتنا نتاع اليوم واللي فيها كيلة. كي نقول لكم حبوباتي كيلة معناها الكيلة اللي حبيتوها، يعني الكمية راح ترجع لكم انتم، سواء الكيلة صغيرة والا كبيرة. كما راكم تشوفوا لي غمكة هم قدامكم، يعني اللي درت بهم انا. نرجعوا حبوباتي للمقادير، واللي فيها كاس نص كاس عفوا سكر كريستاليزي، مع كاس غربوع زبدة. اكيد تكونوا ذوبتوها وخليتوها شوية تبرد درجة حرارة المطبخ تاعكم. نحركوا كلش مليح حتى تحسوا هذاك السكر جانس مليح مليح مع هذيك الزبدة. نزيدوا شوية ملح اكيد لتعديل المذاق نتاع البليغات نتاعنا. نجيبوا عظمة كاملة، حطوا عظمة كاملة حبوباتي اكيد مع التحريك المستمر. باش تجي الحلوى تاعكم خفيفة حبوباتي، زيدوا مغرفة صغيرونة فقط، جيست مغرفة صغيرونة فقط من خميرة الحلويات، مع 2 كيلات نتاع جلجلانية. اكيد ما همش محمصين. 2 كيلات كي حبوباتي تاع الجلجلانية، نزيد نعاود لكم ما همش محمصين، باسكو راح نقليوهم وراح يتحمروا لنا بيان كوم الفو، يعني ما يحتاجش انك تزيدي تحمصيهم. نحركوا مليح حبوباتي، وفي هذه المرحله تولهم معايا مليح. راح نشيحوا بالفارينه. انا شيحت مبدئيا درت 2 كيسان نتاع فارينه. اكيد كنت قبل غربلتوهم حبوباتي، يعني بلا ما نزيد نعاود لكم ونقول لكم في كل مره الفارينه يلزم تتغربل قبل ما تستعملوها في الحلوى تاعكم. في هذه المرحله حبوباتي راح نيبسوا مليح العجينه تاعنا. هنا راح يخصها شويه فارينه. انا زدت بشويه الكيله الاخرى وجاتني صوصوه، يعني هاد الكميه اللي كفاتني في الفارينه واللي هي 3 كيلات. كما قلت لكم يلزم تيبسوا العجينه تاعكم مليح مليح. بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها راح يجيكم الخليط نوعا ما رملي هكا، راح يجيكم شويه مفتفت. حبوباتي راح نلمو العجينه تاعنا بمزهر. هذا هو مزهر اللي نستعمله انا دائما في الحلويات نتاعي. ديروا غير بشويه بشويه حبوباتي، ما لازمش تحطوا مزهر دفعه واحده. انا هز لي حوالي نص كيلة نتاع مزهر. نتوما حطوا غير بشويه بشويه، راني نقولها ونعاودها باش ما تطرى لكمش العجينه تاعكم. راح تبان لكم هنا باللي طريه وهي لا. خليوها برك جوست ترتاح شويه وراح تحكم روحها. بهذه الطريقه، على خاطر كاين اللي الفرينه تاعو تشرب وكاين اللي الفرينه تاعو ما تشربش حبوباتي. هاوليكم راح نغطيوها بالبابي ترونسبارون حوالي 10 دقائق فقط، ما راحش نطولوا ياسر. وبعدها نبداو ديريكتومون في تشكيل البليغات تاعنا. كيما راكم تشوفوا معايا، اللي عندها ورقه طبخ دير ورقه طبخ، راح يسهل عليكم خلاص الخدمه. انا نحب نخدم بورقه طبخ حبوباتي، واللي ما عندوش ورقه طبخ اكيد راح يرش في الطابل دو طرافاي شويه برك فارينه. بصح كيما راكم تشوفوا شوفوا ورقه طبخ راح يسهل عليكم الخدمه خلا. نقرصوا هاد العجينه بهذا السمك حبوباتي على قد ما تكون رقيقه، على قد ما راح تعطيكم نتيجه روعه. ما راحش تجيكم البليغات تاعكم معجنين، وما راح تجيكم طايبه وراح تجيكم تقرمش خلاص. جيبوا القطعه تاعكم، يعني اللي حبيتوا، يعني حبيتوها صغيره والا كبيره، يعني خيروا القد اللي حابينه انتم. بهذه الطريقه حبوباتي اللي هي سهله مهله. تفرجوا برك معايا لا فيديو وراح تفهموا.
الصورة راهي تهدر وحدها حبوباتي. هاوليك من الشكل الأول كي كملناه كيف دجاجة حلو يسخف. وراح نبداو في تشكيل الشكل الثاني نتاع البليغات، واللي هو غير بالجرارة. كما سبق وقلت لكم، ورق الطبخ راح يسهل عليكم حبوباتي. خلاص جيبوا الجرارة تاعكم وقطعوا بهذه الطريقة. كما سبق وقلت لكم، على قد ما تكون العجينة تاعكم رقيقة وصغيرة، والحبة تاعكم تكون صغيرة، راح يجيكم يعني الذوق مليح. خلاص راح يجيكم يقرمش الذوق خلاص. وكاينه حاجه باك نسيت نقولها لكم، الفو تقرصوا مليح برك الحلوى تاعكم باش ما تتحللكمش في القليان. هاوليكم في كسرونه الفو تكون شويه غرقه. اكيد راح تسخنوا زيت مليح على درجه حراره متوسطه، يعني ديروا في الكانون الاخر الصغير خلاص نقصوا له، وخليوا الزيت يسخن مليح، ومن بعد قليوا الحلوى تاعنا في غردها حتى تعطينا هذيك التحمير. بعد ما كنا قلينا كامل الحلوى تاعنا وخليناها بجنب، رحت سخنت شويه العسل. على بالكم باللي الحل بارد والعسل راح يكون جامد، خلاص سخنته غير شويه، مش غليتو حبوباتي، سخنته باش ما تفسدوش الحلوى تاعكم. الفوبات تسخنوا ياسر ولا تغليوا العسل باش ما تطرى لكمش الحلوى. ماذا بيكم تحافظوا على هذيك القرمشه على قد ما تقدروا، ونعسلوا الحلوى تاعنا بهذه الطريقه. وصلت معكم لاخر الفيديو حبوباتي. هاوليكم درت لكم خاطركم وعطيتكم هذه الوصفه مع جميع الاسرار نتاعها. على بالي ياس اللي طلبوا هذه الوصفه. هاي ليكم حبوباتي، ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. نقول لكم نخليكم على خير حبوباتي في وصفات اخرى ان شاء الله. وما تنساوش تدعمونا بهذاك الجيم، واللي جرب هذه الوصفه اكيد راح يخلي لي تعليق صغيرون لتحت. حبوباتي نسيت نقول لكم باللي جميع المقادير راح نخليه لكم في صندوق الوصف، وتهلاو في رواحكم وسلام.